ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون. احنا كنا قدمنا سلسلة فيديوهات لاختبارات سميناها اختبارات التمييز السمعي للمقامات، بنقيس بيها قدرة المستمع على تمييزه للمقامات. وكانت الاختبارات دي عبارة عن مستوى أول 10 فيديوهات، وكان السؤال فيها عبارة عن ما اسم المقام، ومستوى تاني وكان السؤال فيها ما اسم المقامين، والمستوى الثالث كان السؤال فيها ما اسم الثلاث مقامات. من الفيديو ده هنبدأ نقدم سلسلة اختبارات بس للمقامات الفرعية. لكن قبل ما تبدأ انك تختبر ودانك في فروع المقامات، يجب انك انت تكون متقن جيدا لأصول المقامات الأصلية الثمانية. اسمع مني الترتيل التالي وحاول تحدد اسم المقام الفرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. يا ترى المقام الفرعي اللي قرأت بيه من شوية كان اسمه ايه؟ انتظر الإجابة إن شاء الله في الفيديو التالي. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.